قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Thanks guys. بيبدأ الفيلم بشخصية باد اللي بينظف حمامات السباحة، لكن ده مجرد غطاء على شغلانته الحقيقية لأنه صياد لمصاصين الدماء واللي بيبحث عنهم وبيحاول يقتلهم. وهو بيستعد بتطلع مصاصة الدماء وهي ست عجوزة بس كانت قوية لدرجة إن باد اتصاب في كتفه بحتة إزاز مكسورة، لكنه عرف يقتلها وقطع راسها. لكن بيظهر له واحد تاني من وراه، لكن باد بيعمل دايما فخ السلك الفضي في أي مهمة بيعملها وبتنفع كل مرة، وبيبدأ ياخد أنيابهم لأنها بتساوي مبالغ كبيرة، وده الهدف من اصطياده لمصاصين الدماء. ولأن دم الست العجوزة كان على لبس باد اضطر يغير لبسه ويلبس من هدومها. وبعدها بنتعرف على أودري مصاصة دماء قوية عاوزة مصاصين الدماء يسيطروا على البشر، وبنشوفها وهي بتدفن مصاص دماء عصى أوامرها لأنها بتمتلك شركة عقارات. وبعدها بيروح باد وبياخد شاور بسرعة علشان ريحة الدم، وبيحط بودرة من اختراعه بتمنع انتشار ريحته علشان مصاصين الدماء ما يعرفوهاش. بعدها بيروح ياخد بنته من المدرسة اللي كان متأخر عليها وبيوصلها لبيت مامتها لأنهم منفصلين، وبيكتشف إنها بتفكر تبيع البيت ويمشوا، وده بيصدم باد علشان مش عايز بنته تبعد عنه، لكنها بتفهمه إنها محتاجة تسدد مصاريف مدرسة بنتها واللي وصلت 10,000 دولار. لكن باد بيقول لها إنه هيجيب 10,000 دولار بس هما ما يبيعوش البيت ويفضلوا قاعدين، وده اللي بيخلي باد يروح يشوف الأسنان بتساوي كام، ولما راح لقاها بتساوي مبلغ قليل جدا، وده اللي بيخليه يتصل بصاحبه اللي كان معاه في الاتحاد. والاتحاد ده أشبه بوكالة صيد لمصاصين الدماء لأن في عالمهم أنياب مصاصين الدماء بتساوي كتير. لكن باد اتطرد من الاتحاد علشان خالف القوانين، علشان كده طلب من صاحبه جون علشان يرجع يشتغل عندهم ويقدر يكسب 10,000 دولار. وفعلا بيقابل الرئيس لكنه بيكره باد، ومع كده اداله فرصة أخيرة لما جون طلب منه. وبعدها بيطلب منه باد يعينه في الفترة المسائية لأن في فلوس أكتر، بس الرئيس بيرفض وبيعينه في الفترة الصباحية، وبيقول له إنه هيعين معاه وكيل علشان يراقب كل تحركاته علشان لما يغلط يطرده للأبد. وبعدها بيروح يبيع الأنياب اللي معاه وبيقابل سيس وبيعرفهم الرئيس على بعض. لكن سيس بيقول للرئيس إنه مش عاوز يكون في العمل الميداني وإنه عاوز يفضل على المكتب، لكن الرئيس بيفهمه إنه عاوزه يراقب باد علشان لما يخترق أي قانون يقول له على طول، وإنه لما يسرع في طرد باد هيكون أسرع لسيس إنه يرجع المكتب، وكمان هيرقيه لمنصب أعلى. وبعدها بنشوف أودري ومساعد ليها بيروحوا بيت، وبيتضح إن البيت ده نفس البيت اللي كان فيه مهمة باد الأخيرة. وبتلاقي أودري مصاصة الدماء العجوزة ميتة على الأرض وبتزعل علشانها جدا، لكن المساعد بتاعها بيلاقي حتة إزاز عليها دم وبتطلب منه أودري يعرف مين صاحب الدم، وبيبدأوا يدوروا عليه. وبعدها بيروح سيس لباد وبيتعرفوا على بعض، وإن سيس يعرف معلومات كتيرة جدا عن مصاصين الدماء، وبيلاقيه بيعمل رصاص من الخشب والتوم. وبنفهم إن في بعض مصاصين الدماء ما بيموتوش حتى بعد قطع راسهم بمعدن الفضة، وإنه لازم يضربهم في القلب برصاص الخشب والتوم علشان يموتوا للأبد. وبعدها بيروحوا مهمتهم وبيكتشف باد إن سيس عنده خبرة واسعة عن مصاصين الدماء وإن ليهم أنواع مختلفة شبه الأعراق البشرية. لكن باد بيطلب منه يفضل في العربية، مع إن سيس بيعرفه إن الرئيس قاله إنه لازم يكون معاه دايما. وبيدخل باد وبيلاقي شوية مصاصين دماء بس هم صغيرين في السن، وفي نفس الوقت بيتصل الرئيس على سيس وبيزعق له في التليفون لأنه قاعد في العربية وما بيراقبش باد، وده اللي خلاه يدخل وراه لكنه بيلاقيه واقع على الأرض مع مصاص دماء. فبيطلب منه باد إنه يديله مسدسه، لكن سيس بيخاف وبيقول له إنه المفروض يراقبه بس، لكنه بيديله مسدس وبيقتلهم كلهم وبيجمع أنيابهم. لكن سيس ما بيستحملش اللي شافه خالص خالص، لكن باد بيطمنه لأنها المرة الأولى وبيهدي سيس وبيمشوا، وبيديله باد بودرته علشان مصاصين الدماء ما يعرفوش ريحته. وبيروح سيس لكنه بينسى الورقة واللي شافها باد، وعرف إنه كتب شوية مخالفات عليه
عليه وبيروح باد، لكنه بيتعرف بالصدفة على جارته الجديدة وبيرحب بيها. وفي نفس الوقت تتبعت أودري ريحة الشخص اللي قتل مصاصة الدماء واللي وصلتها للشخص اللي بيتاجر في الأنياب، وبدأت تعذب فيه وبتفهمه إن أفضل ليه يقول لها هوية الشخص اللي باعله الأنياب الأخيرة وإلا هتقتله. وفي اليوم اللي بعده بتقابل باد وسيس علشان يروحوا مهمتهم الجديدة، وبيعرفوا باد بالورقة اللي نسيها، وبيقوله انه طلب منه يفضل في العربية علشان ما يموتش، وبيطلب منه يديله مهلة اسبوع علشان يجمع الفلوس اللي محتاجها، وبعدها يقدر يبلغ الرئيس بكل حاجة هو عاوز يقولها. وبيوافق سيس، وبعدها بيروحوا وبيجيبوا معدات أسلحة من عند الشخص اللي بيتاجر في الأنياب، لكنهم لما بيدخلوا بيلاقوا الكل ميت، وسيس بيخاف وبيحس انه هيرجع، لكن باد بيقوله انه ما ينفعش يسيب اي اثر ليه. ولما بينزلوا بيلاقوه ميت، وبيعرف باد ان مصاصين الدماء بيدوروا عليه لانه شاف اسمه مكتوب باسنان التاجر بعد ما مات، وده بيخليهم يهربوا من المكان بسرعة. لكن سيس بيقوله انه لازم يعرف الاتحاد لانه مخالف للقوانين، لكن باد بيمنعه وبيشتد بينهم الحوار، وبيعرفوا باد في النهاية انه محتاج الفلوس علشان بنته، وانه لو عرف الاتحاد مش هيلحق يجمع الفلوس. وسيس بيتفهم وضعه، ولما كان باد مروح شاف جارته بتتناقش مع شخص غريب وبيقفل باب شقته. وفي اليوم اللي بعده بيحاولوا يراقبوا بيت مريب، لكن بيظهر ليهم صيادين واللي يعرفهم باد وانهم اخين مشهورين جدا، وبيعرضوا عليه بدل ما يراقب بس يقدر يساعدهم ويقسموا المكسب بينهم. وباد بيوافق فعلا، وهم بيستعدوا بيدي باد حاجة لسيس يحمي بيها رقبته من العض، وبيقول له يفضل واقف وراه. وبيدخلوا البيت وبيلاقوا 2 مصاصين دماء بيلعبوا وبيقتلوهم، لكن بعدها ما يلاقوش حد في البيت، لكنهم بيحسوا بصوت في الحيطة وبيكتشفوا انه مخبأ مليان بعدد مهول من مصاصين الدماء، واللي بيبدأوا يطلعوا من كل مكان. وبيبدأ باد والأخين يظهروا مهاراتهم في قتلهم، أما سيس ما بيستحملش تاني. وفي الآخر بيكتشفوا انهم اخترعوا واقي شمس بيحميهم لأكتر من 20 دقيقة تحت الشمس. وبيحس سيس بحاجة غريبة لأن مصاصين الدماء اللي كانوا في البيت من أعراق مختلفة، وده لأنهم عمرهم ما اتجمعوا مع بعض أبدا، لكن البقية ما بيهتموش. وبعدها بيروح باد يوصل بنته لعيد ميلاد صاحبتها، لكن بتجيله مكالمة وبتطلع أودري وبتعرفه إنها كانت بتدور عليه، وإنها هي اللي قتلت التاجر، وإن هو خد حاجة منها وإنها تاخد كل حاجة منه، وبتعرفه إنها بتراقبه، وده بيخلي باد يقلق وبياخد بنته وبيمشوا، لكنهم كانوا وراه. وبعد محاولاته إنه يهرب منهم بينجح وبيرجع البيت علشان يأمن بنته، لكنه بيتفاجئ إن مصاصين الدماء هناك وماسكين مراته، وبياخدوا بنته منه وبيلاقيهم قتلوا سيس علشان يحولوه لمصاص دماء. وبيعتذر باد لمراته وبيفهمها انه كان بيحميهم من اي خطر، وبتقول له أودري انها هتحول بنته لمصاص الدماء وتخليها تشرب دم امها لحد ما تموت، وانه مش هيقدر يكون موجود لان صديقه هيقتله اول ما يصحى. واول لما بيصحى بيشوف سيس اللي بقى مصاص دماء، وبيقول له انه حاسس بشعور غريب، لكن باد بيطلب منه يبص في المراية، وبيتفاجئ سيس انه بقى مصاص دماء، وبيبدأ يتوتر وبيهجم على باد، لكنه بيقتله. وبيتضايق باد لانه حبه جدا، لكن بيتفاجئ ان سيس لسه عايش حتى بعد ما راسه اتقطعت. وبيبدأ كل واحد فيهم يبرر مواقفه للتاني عن اللي عمله، وفي الآخر بيرجع سيس دماغه لمكانها، وبيروح باد لشقة جارته لأنه عرف إنها مصاصة دماء زيهم، لكنها بتحاول تفهمه إن أودري أجبرتها إنها تراقبه، وبتعرفه إن الست العجوزة اللي قتلها في البداية هي بنت أودري، وده كان سبب غضبها من باد، وإنها بتخطط لتجميع مصاصين الدماء علشان يقدروا يسيطروا على البشر، وإنها عندها مخبأ لكده. فبيروحوا هما ال3 لهناك علشان ينقذوا عيلة باد، ولما بيوصلوا بيبدأوا يهجموا عليهم وبيقتلوهم، لكن عددهم كان كبير وده خلاهم يتحصروا. لكن بيظهر جون صديق باد وبيقتل مصاصين الدماء برشاش وبينقذهم، وبيتفرقوا علشان يبحثوا، لكن جون بيعضوا مصاص دماء وبيتصاب، وبتظهر مصاصين دماء أكتر
اكتر، فبيقول لباد يروح ينقذ عيلته وهو هيمنعهم. وبعد ما باد بيمشي بيفجر جون نفسه مع مصاصين الدماء، وبيواجه سيس مساعد أودري، وبمساعدة البنت بيقطعوا جسمه وبيقتلوه. وبعدها بيروح باد لأودري وبيطلب منها تسيب عيلته وهو مش هيقتلها، فبتقول له أودري إنها هتاخد بنته مقابل بنتها اللي قتلها. وبيحاول باد يقتلها لكنها كانت أقوى منه بمراحل، وهي بتحاول تشرب دمه وبتتصاب بسيخ في جسمها من مرات باد لكنها ما بتموتش. فبيحاول باد يقوم ويضربها برصاصة فضية وهي مش واخدة بالها، لكنها بتمسك الرصاصة بسنانها وبتحاول تنهي الموضوع، لكن راسها هي اللي بتتقطع فجأة وبتموت. وبتكتشف ان باد حط فخه المعتاد وبيقدر ينقذ عيلته. ولما بيخرجوا بيلاقوا الرئيس موجود واللي بيقول له انه مرفوض، لكن سيس بيدافع عنه بانه عارف القوانين كويس، وقال له انه كان ملتزم بيها، وبيفهمه انه ما بقاش محتاج الترقية وانه هيفضل في العمل الميداني. وبيجمع باد انياب تكفي الفلوس اللي كان محتاجها. وبينتهي الفيلم بمفاجأة ان جون لسه عايش وما ماتش. الفيلم مميز فعلا. لو كنت تبعت معايا الملخص للآخر فعندي ليك سؤال: ازاي مصاصين الدماء وصلوا لباد اصلا مع انه كان بيخفي ريحته بعد كل مهمة؟ اكتبوا لنا اجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.